يوكوهاما ناكامورا اوتسوكا هيروشيما ناكازاكي، يعني الف مبروك يا عزيزي الاهلاوي. من كام يوم لبسوا 3 كبسه والنهارده 4 سوشي في الوش. الاهلي بيفتح مطعم في السعوديه. متعه في كل حاجه، اداء واهداف ونتائج، وعشان ربنا عدل فكان لازم المراسم دي كده تتوج بميداليه. صحيح احنا كان نفسنا في ميداليه احسن من كده، لان احنا خدنا الميداليه البرونزيه كتير، بس مستر كولر ما خدهاش قبل كده، والراجل ده فعلا يستحق الميداليه دي، وانا شايفها كمان قليله عليه. مستر كولر اللي بيكمل البذره اللي زرعها مانويل جوزيه زمان لما بدأ يعرف الاهلي على العالميه في مشاركه كاس عالم الانديه. صحيح كان عندنا جيل ذهبي، بس برضه النادي الاهلي في الفتره دي ما قدمش احسن نتائج. ولما خدنا ثالث كاس عالم ساعه مانويل جوزيه كان يوم يعني تقريبا مصر كلها ما نامتش فيه. وبعدين قعدنا فتره مش عارفين نوصل ومش عارفين ناخد افريقيا لحد ما جه بيتسو موسيماني وقدر يرجعنا تاني على الطريق الصح، بان احنا نوصل كاس عالم وناخد برونزيتين معاه وحاجه يعني في منتهى الجمال. وبعد ما بيتسو مشي رجع مستر كولر يبني على اللي بناه مانويل جوزيه وكمله بيتسو موسيماني، بس المره دي بشكل مختلف شويه، بشكل اللي خلى النادي الاهلي يلعب قصاد اي فريق مهما كان اسمه باسلوبه، يفرض طريقه لعب النادي الاهلي على الانديه الكبرى. السنه اللي فاتت خدنا رابع كاس عالم، بس عملنا ماتش قصاد ريال مدريد يمكن ماتش ولا في الاحلام، وعملنا اداء احسن ما كسبناهم في القاهره هنا 1-0. ماتش الحبي اللي كانوا جايين كده يزقططوا فيه، ماتش رسمي في بطوله وخسرنا 4-1، بس النتيجه دي ما تعبرش خالص عن الماتش. كنا ند وبنوصل وعملنا هجمات وقفشه مضيع كوره وجبنا جون، ويعني حاجه كده اخر حلاوه. مستر كولر ما بيهموش هو بيلاعب مين. النادي الاهلي اللي بياخد ثالث مركز عالم لرابع مره في تاريخه، خلاص بقت الانديه الكبرى عارفاه. مانشستر سيتي بيقف له ممر شرفي، ريال مدريد بيهنيه، وبايرن ميونخ بيهنيه، وفيديوهات بتتعمل بين لعيبه الاهلي ومانشستر سيتي. حاجه كده كلها عظمه وفلوس وقيمه وبراندنج للنادي الاهلي اللي يستاهل يكون فيه. النادي الاهلي اللي الكاف بيهنيه رسميا وبيقول له انت شرفت القاره. ده المكان اللي فيه الطموح، ده المكان اللي ممكن تعمل فيه مجد وسيفيل اسمك وهيجي لك فيه فلوس. انا متاكد ان في كميه لعيبه عايشه بحسرتها دلوقتي على اللي بيحصل مع النادي الاهلي، ويتمنوا يرجع بيهم الزمن يوم عشان يعرفوا ياخدوا القرار الصح. المهم مش عايزين نخش في مواضيع تانية، تعالوا نتكلم كده ببساطة عن الماتش. بس قبل ما نبدأ لازم نشوف التنوع اللي قدمه مستر كولر في البطولة دي. مستر كولر اللي كل ماتش كان بيلعب بشكل مختلف عن التاني. قصاد اتحاد جدة اتخطفت في الأول، بس مسكت نفسك وبدأت تلعب على التحولات والمساحات اللي في خط ظهرهم، وقدرت تتقدم 1 و2 و3، وعملت سكور على أرضهم وسط جماهيرهم. ونزلت قصاد الفريق البرازيلي اللي انت عارف ان هو أعماره إلى حد ما يعني عالية شويتين 3، فبدأت تفتح الملعب وتضغط من نص ملعبك، وبدأت ان انت فعلا تحرم الفريق من الوقت اللي يقف فيه على الكوره عشان يلمسوا مع بعضهم، لان هم كسرعات مش هيقدروا يجاروك. وكنت ند قوي جدا، وكنت ممكن تخلص الماتش من الشوط الاول لولا بعض رعونه. وشفنا يعني عقليه اللعيب المصري اتكلمت عليها، وان الماتش كده احساسه ان هو كده كده مضمون هو اللي ضيع مننا الفوز وان احنا نقابل مانشستر سيتي. ولكن في الماتش الثالث واحنا داخلين هنقابل الفريق الياباني، كل الناس بتقول لك الفريق الياباني ده مكان ما بيهمتش، هينزلوا يضغطوا عليك من عند محمد الشناوي. هيقوم مستر كولر يلعبهم بنفس الطريقه اللي هم بيلعبوا بيها زي الشطرنج، جيم مقفول. والطريقه دي انت ما لعبتش بيها ولا قصاد الاتحاد ولا قصاد الفريق البرازيلي فلومينينسي. وبالتالي الراجل بتاع اليابان فجاه لقى فريق بشكل مختلف تماما بيلعبوا، معرفش يعمل ايه. الفريق يا عيني الياباني حرفيا مش عارف يعمل هجمه طول الشوط الاول. كوره وحيده بخطأ ساذج من كوكا اللي عامل بطوله ممتازه تخش فينا جون عشان يرخم الشوط الثاني كده ويطلع الماتش 2-1 من الشوط الاول. لكن انت وصلت وبدأت تسدد، ومحمد هاني يتسبب في جون اول بعد متابعه ياسر ابراهيم. الاثنين نجوم كاسات عالم انديه كده ما شاء الله، ياسر ابراهيم ومحمد هاني. والضغط اللي انت عملته يخلي بيرسي تاو يحط التاني، حاجه كده يعني في منتهى الجمال. ومن اهم مكاسب البطوله دي الثقه اللي رجعت للفريق والمستر كولر قبل اي حد. مستر كولر اللي كانت الجماهير بتهاجمه على السوشيال ميديا وخلت المترجم بتاعه يطلع يدافع عنه، مستر كولر سمع بودانه في المدرجات جماهير النادي الاهلي وبتهاجمه وبتقول له امشي وانت نايم ننا وما تفوق، لدرجه ان هو مش عارف الراجل بيكلمه في ايه، بس بدأ يتخانق معاه. مستر كولر دلوقتي خلى شخصيه النادي الاهلي ترجع تاني، ان انت حتى لو كنت بتلعب فريق وماسك الكرة عليه وقدرت تسجل هدف والتاني ويرجع بجون ويتعادل في بداية الشوط من ضربة جزاء، مستر كولر اللي خلاك تحط التالت وتتقدم وتضيع ضربة جزاء، واللعيب اللي ضيعها علي معلول يحط الجون الرابع عشان نعمل سيرك للجماهير تستمتع بيه.
على مستوى العالم كله. سبحان الله، من اقل من شهر ونص بتجيب جون عن طريق مودست في الجونه، يتعادلوا معاك مش عارف تعمل ايه، مفيش شخصيه ولا في روح. وعند كولر كان الكلام ده قبل اللعيبه. بطوله اعاده الثقه للاعيبه النادي الاهلي وجماهيره والمدرب، ودي من اهم مكاسب البطوله. احنا خدنا برونزيات قبل كده يعني، بس من اهم مكاسب البطوله دي ان الراجل ده ياخد حقه الادبي بميداليه تتحط في السي في بتاعه، وان روح الثقه ترجع تاني للعيبه دي. والحمد لله ان هي جايه وراها بطوله السوبر اللي لازم ناخدها باي شكل من الاشكال عشان تعوض الاخفاق اللي حصل لنا في السوبر الافريقي والسوبر ليج، البطولتين اللي كنا ابتدينا بيهم الموسم وهزونا هزه جامده قوي. فشاء ربنا سبحانه وتعالى ان تيجي كاس العالم للانديه، وان شاء الله بعديها السوبر المحلي عشان يفوقوا الفريق ويكونوا البطولتين دول هم نقطه انطلاق النادي الاهلي في بقيه الموسم. مستر كولر اللي اعاد احياء لعيبه كتيره جدا، لان هو عنده صفه العدل، بيعدل وما بيميزش حد عن التاني. اكرم توفيق كان كل اصابه يتصابها يقعد سنه، اول ما يرجع ينزل ومحمد هاني يركن. دلوقتي محمد هاني اول مره نشوفه بشكل اساسي بشكل كبير جدا. ليه؟ لان اكرم توفيق دفاعيا ممتاز، بس هجوميا انت مش عايز تتطور، خليك قاعد. هحتاجك في ماتشات انا عايز فيها دفاع، لكن في الماتشات الهجوميه انت هتركن لمحمد هاني او هستخدمك في نص الملعب. استخدمتك في نص الملعب لقيت فيه فجوه ولقيت فيه مشكله نتيجه حساسيه المكان، هتركن. اليو ديانج بيطلب منه ادوار هجوميه كان بيأديها حمدي فتحي بس في الناحيه اليمين، يعني مش عارف تأديها، لا هتطلع وهاخد مكانك كوكا. كوكا يفوق مروان عطيه، ومروان عطيه يفوق امام عاشور ويديله حريه حركه وان هو يتقدم لقدام من غير ادوار دفاعيه مكلكعه، فتطلع احسن ما عند امام عاشور وياخد النهارده مان اوف ذا ماتش. ولو ان انا معترض يعني على الليله دي، بس مش مشكله. غلبان والله العظيم ثلاثه اللعيب اللي مش عارف يتألق ويسترجع مستواه في ولايه كولر، لعيب غلبان او دماغه فيها حاجه. ياسر ابراهيم اللي كل ما تحتاجه تلاقيه في اي ماتش، تلاقيه عنده مشاكل ونواقص وبطيء شويه وتقيل شويه، بس بيلعب بقوه وروح، وعمره ما وفر نقطه عرق في سبيل التيشيرت. وسبحان الله ربنا بيكافئه دايما في ماتشات كاس العالم. علي معلول اللي كل ما يمر بكيرف تحت كده ينزل تحت، بتلاقيه راجع نفسه ورجع نفسه تاني للملعب، ويبقى من اهم عوامل الفوز. علي معلول النهارده رغم ان هو ضيع ضربه جزاء، لكن جاب الجون الثالث، او يعني هو اون جول، بس بسبب رئيسي بوجود علي معلول. ويحط فاول ولا احسن من كده، فكرنا باهداف تريكا. علي معلول اسطوره حيه موجوده في النادي الاهلي وهتفضل موجوده حتى بعد ما يعتزل. واتمنى واعتقد ان علي معلول حتى بعد ما يبطل كوره هيبقى ليه مكان جوه النادي الاهلي. افضل محترف جه في تاريخ النادي الاهلي هو علي معلول بلا جدال. محمد الشناوي اللي وصل لقمه مجده دلوقتي، واحسن فترات وجود محمد الشناوي في النادي الاهلي هي الفتره دي. حارس محترم جدا، يطمن جدا، وعامل كميه تصديات مرعبه. محمد الشناوي بالمناسبه يتقارن على جميع مستوى حراس العالم في نسبه التصديات لضربات الجزاء، حاجه كده ولا في الاحلام. اللعيبه فاقت، ودي اهم حاجه في البطوله دي. اللعيبه كلها فاقت ومستر كولر فاق، ودي فعلا اهم مكسب، اهم من الميداليه البرونزيه بكتير. والله قلنا قبل كده في عز اسوأ فترات النادي الاهلي ان النادي الاهلي عنده سكواد مرعب فعلا، لعيبه من احسن اللعيبه الموجوده في افريقيا، وناقصنا رتوش بسيطه جدا، اهمها طبعا المهاجم اللي هو يعني غلبنا يعني وحفين عشان نتكلم عليه. ومجلس الاداره ليه اخطاء بس ليه نجاحات كبيره جدا. مجلس الاداره اللي في عهده حقق ارقام وانجازات افريقيه وعالميه ما اعتقدش ان في مجلس اداره في تاريخ النادي الاهلي عملها. ليه اخفاقات وليه عيوب، اكيد كلنا بشر وبنغلط، بس لازم ندي مجلس الاداره ده حقه. هي ليله سعيده، ليله سعيده علينا كلنا وعلى جماهير الاهلي، وان شاء الله بشويه تظبيطات، شويه تظبيطات في صفقات وخلق جو عام كويس جوه الفريق، واللي بدا يرجع بشكل كبير. والحمد لله البطوله دي جت في وقتها. احسن وقت للبطوله دي في الموسم هو الوقت ده. في النهايه بشويه رتوش بسيطه وتصحيحات من صفقات ومن جو عام ومن اخطاء ساذجه جدا. يعني مثلا ما ينفعش النادي الاهلي في الثلاث ماتشات اللي لعبهم محسوب عليه 3 ضربات جزاء. الشناوي شال لك واحده بس مش هيشيل لك كل مره. شويه رتوش بسيطه تبقى موجوده جوه شخصيه اللعيب، ان انت ما ينفعش تعتمد او تثق في الفوز في اي ماتش. وانا لازلت عند رايي ان البطوله دي من اسهل البطولات اللي انت كنت ممكن توصل فيها للنهائي وتقابل مانشستر سيتي، مش عشان البطوله سهله قد ما النادي الاهلي شخصيته اتحولت عالميا، وبدأ يخليك تطمع وتحلم ان انت توصل لابعد من المركز الثالث. اللي حصل ده تحول رهيب في شخصية لعيب النادي الاهلي، جيل ذهبي بكل المقاييس، وكتبوا تاريخ لنفسهم مش هيتنسي وهيتبني عليه للاجيال اللي جايه. صحوا يا اهلاويه بفريقكم، والف الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره. وان شاء الله ان شاء الله بطولة السوبر في الامارات نحققها عشان نقفل الليله ونرجع بقى نشوف قصة الدوري وبطولة افريقيا. ده كان كل حاجة النهارده، نشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة. سلام عليكم.